ازيكم عاملين ايه واهلا بيكم في الموسم الاول من بودكاست الزغزوغه. هي ايه الزغزوغه؟ الزغزوغة هتبقى مواضيع كتير جدا بنتكلم فيها بشكل كوميدي ولذيذ. الموسم الاول هيتعرض على منصة تكوين، هيبقى معاكم ياسين ودولة، ويلا بينا نبتدي اول زغزوغة. ياسين يا بونش، عامل ايه؟ يا عم الحمد لله تمام. ماشي هنبتدي هتقلدني ها؟ يا عم ماشي. النهارده عايزين بقى نبتدي زغزوغه حلوه ان شاء الله كده تعجب الناس ونكون خفاف عليهم. ايه بقى عن اقول ايه؟ لك. عايز تبتدي عن ايه؟ احنا النهارده عايزين زغتنا عن العفاريت. تعال نحكي للناس كده مواقفنا مع العفاريت، بس بشرط الناس كلها بتتعامل مع عفاريت، ناس بتخاف، ناس حصل لها مواقف. احنا لا بقى، احنا مواقفنا بتضحك. ماشي فقول لي بقى كده انت حكايتك مع العفاريت. يا عم والله برضو خلي بالك، احنا اي موقف تحس ان المواقف كلها برضو مع العفاريت في المحيط بتاعنا كلها بتضحك. يعني مفيش حاجة ماشي بتخوف وكل حاجة، بس تلاقي معظمها ايه، تلاقينا كلنا برضو بتضحك يعني. تلاقي مواقف بتحصل لك كده غريبه، اللي هو تسمعها تضحك مش تخاف. ما ايوه بالظبط. انت عندك فاكر انت حوار صاحبنا الصغنن ده، صاحبنا والله ما عايز اجيب سيرته، انا مش طايقه. لا ولا مش انا طايقه يا عم والله، والله ولا انا العظيم. والله. المفروض هو اللي كان يجي يحكي الكلام ده، بس ربنا خلاص بقى بقى روح يتولاه. لحاله. فاكر انت لما كنا في ثانويه عامه ايام اولى ثانوي، لما انا وانت ايام الزمن الجميل ده فاكر. انت كنت شاطر مالكش دعوه بينا، ده رقم واحد. حصل. ماشي يا باشا، حصل. انا والراجل ده ما سقطناش، نجحنا يعني. بس هربنا. انا كنت قاعد ساعتها عند جدي، هربان يعني، هربان من ماشي. البيت، فرحت عند جدي. وهو هرب راح عند خاله. هربان من ابوك يعني وكده. هربان من مين يعني؟ هربان ابويا عند جدي. لسه اقول لك انا ابوك مش هيعرف يوصل لك. يا عم والله في الاول اصلا في انت بعدت قوي نفس يعني. العماره، انت كده. بس هو بيحميني يعني، بيحميني ماشي. فاهم، اي ضربه هنا ضربه هنا ما عندنا. فهو التاني راح قعد عند خاله. ماشي. المهم خاله ده كان شغال بيخرج يعني في اللي هي الجلسات والكلام ده كله. بفتنا تعاشر المظابيط يا سمك شعرها مصابيح، لو انت بابا انا مين، لو انت بابا انا مين. جه واحد في الحسين ملبوس، يلا بينا يلا بينا. راح 3 شيوخ وصاحبنا ده وخاله دخلوا، فضلوا ماشيين راحوا في الحسين. دخلوا في زقاق كده ضيق، فضلوا ماشيين طلعوا العماره. يعني فضلوا بقى داخلين زقاق من زقاق، انت عارف الدنيا هناك شكلها عامل ازاي يعني. فالمهم يا اصلا تحس الدنيا هناك ممهده لكده يعني. ايوه، هي منطقة- اصلا الموضوع انت عارف هتلاقي الحاجات دي هناك كتير. فالمهم ربنا يعافينا يعني. فالمهم راح الراجل طلع، دخل صاحبنا ده معاه 3 شيوخ يعني من ضمنهم خاله. فالمهم طلع، بس دخل الشقه، لا يا باشا واحد قاعد اقرع، مفيش شعر في جسمه، لابس الجلابيه اللي هي عارف البيجامات القديمه دي، بتاع جدي وجدك دي، اسمها ايه، اللي هي المقلمه كاستور دي. كاستور. ايوه. قاعد عامل كده، مكور نفسه كده وبوشه للحيط، مفيش شعر في وشه، مفيش رموش، مفيش حواجب، مفيش اي حاجه. ده المنظر. خلي بالك انا اشعرت باللي انت بتقوله والله. انت داخل على موقف. مش عارف بقى تشوف الضحك هيجي منين، انت اصلا دلوقتي مش متخيل الضحك جاي منين. ماشي. فالمهم انت داخل شايف المنظر ده قدامك، قعدوا كلهم. صاحبنا ده 156 157 قصير اصلا، فقعد على الكنبه رجله ايه عاليه عنها. ماشي. فالمهم لسه بيقعدوا فبيتكلموا مش عارف ايه. فالمهم راح جه الراجل ده اتكلم مره واحده، قال له انت جيت يا شيخ محمد، وانت جيت يا شيخ احمد، انت جيت يا شيخ خالد. عارف اساميهم ها؟ كلهم عارف اساميهم كلهم. معاه ده مين؟ صاحبنا ده. قام عمل له ايه يا باشا؟ ايه بقى؟ ما قالوش اسمه، هو التاني مستني اصلا هتقول لي ايه، طب هتقول لي اسمي هتقول لي ايه. راح مره واحده راح لف في وشه، قال له انت جيت. انت تخيل كده احساسك ايه لما عفريت يشتمك؟ ده احساس وحش قوي. للدرجه دي انا حقير، عارف انت لا. هتعمل ايه؟ لا يعني سيبك اللي انت يعني انت هتعمل ايه؟ ما انت مش عفريت انت مش عارف يهمشتك. هتعرف هتشتمه طيب ولا هتتخانق معاه؟ ما مش عارف تتخانق مع مين يا اصلا؟ مش عارف غريب تتخانق مع يعني مين. عفريت بيشتمك اللي هو. انت فاهم قصدي؟ انت الموضوع جاي معاك ايه وانت ساقط وسايب حاجه ورايح، وده مش راح يشتمك يا ابني. فالمهم صاحبنا ده انت عارفه طبعا مجنون، قام راح قال له انت بتشتم مين يا والله ابني؟ انا عارف راح ضربه يا ابني اتضرب الرجل، راح اتضرب الرجل في يا وشه دين كده، انت بتشتم أهلي. مين يا ابني؟ فالمهم راح الناس قاموا، راح قال لك احنا كده معانا ايه، واحد ملبوس وواحد مجنون. قالوا طلعوه بره. اكيد خرج بره لو في بره الشقه. فضلوا بقى خلصوا الجلسه وبتاع، وبعد ما خلصوا سمعوا الشيخ الراجل الملبوس اللي جوه ده قام ايه وهو ماشي، قال له ماشي
ماشي يا محمد ياسر. صاحبنا ده اسمه ايه؟ محمد ياسر عرف اسمه. الكلام ده معناه ان الواد ده كشفني شخصيا. قال له يا شيخ محمد ده ماشي مرعوب، قال لك ده ايه حاطيني في دماغه. خلاص. انا مش ايه مش ناقصه اهي. فقال له يا خالو هو ممكن يعني بقى يقعد يظهر لي بقى في الاحلام والشغلانه دي بقى ويقعد يقرفني بعد كده. قال له ليه يا ابني انت مالك بالموضوع؟ قال له ما هو بيقول ماشي يا محمد ياسر. فالمهم بقى عارف انت عربيه الشيوخ اللي راكبين فيها دي كلهم ماتوا من الضحك. فالواد مش فاهم بيضحكوا على ايه. قال له يا ابني الشيخ معانا اسمه محمد ياسر اصلا هو انا شيخ من ابوه. فهو الواد اصلا على بعضه ايه كهرب اكيد اتجنن. بالظبط. بس هو والله العظيم مهما حصل بدل، هو موقف مرعب يعني، حتى لو بيضحك كان موقف مرعب جدا 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 انت جدا. لو مكانه فعلا تروح وتحاول وتعرف نروح ليه؟ انا ما فيهاش حاجه في دماغي، انا ممكن عاوز اروح اتعلم مثلا افهم ايه اللي بيحصل في الحاجات دي. بس لا هو كموقف لا موقف تهزر. لا بس عارف في فعلا ناس واحد من غير شعر ومش عارف لا ايه في ناس ما بتخافش، في ناس بتحب الفضول، لا اروح اشوف ايه الناس دي بتعمل ايه، لا عادي مش فارق معاه. بس موقف لا موقف موتني بالضحك. لا موقف جامد. انت جيت يا ابني ده خلي بالك هو المواقف دايما مع الراجل ده كده يعني المواقف دايما مع الواد ده كلها كده مع خاله وبتاع. بس هو برضو بيني وبينك لا هو موقف مهما حصل لا مرعب 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 لأبعد الحدود. انت تعمل ايه انت في الموقف ده اصلا؟ انا بالنسبه لي انت عارفني لا ما اروحش في حته ده بيجري بالكلاب في الشارع. مش كلب ماشي في الشارع تقول لي بتكلمني ياض ماشي ياض يعني ايه رايح يا ابني انت عارف انا اصلا بخاف من الكلاب، فعفريت بقى وليله ولا لا ماليش فيه. كنت هقول لك عليه بس عارف في سؤال بقى بيجي في دماغي على طول من وانا صغير، ليه العفاريت او الجن بيلبس الناس اللي هي اللي تلاقيهم في الارياف وبتاع مديحه مش شرقيه، عارف انت والناس اللي كانت بتيجي مع الهام سعيد ايام زمان. ليه مثلا ما جاش في دماغي ان فجاه صحينا الصبح خلي بالك ده بروتوتايب انا حاطط في دماغنا كلنا ان هو بروتوتايب اللي هو بتاع البنت الفلاحه الغلبانه اللي هي ليه مثلا ما يروحش يلبس مثلا سكارلت مثلا ولا فاهم تصحى الصبح كده نلاقي ليوناردو دي كابريو براد بيت لا بجد الموضوع ده غريب ليه اشمعنى يعني مش عارف. بس خلي بالك احنا عندنا برضو معتقدات غريبه يعني. انت خلي بالك شوف انت حوار البشعه ده هو طبعا الجن والعفاريت والسحر ده موجود بس شوف بس يعني في تخلف بيحصل ممكن انت باسبابه يعني. حوار البشعه ده بنت مش عارف ايه حطوا لها في حرقوا لسانها عشان يعرفوا هي كدابه ولا مش كدابه. انت عارف بقى اقول لك حاجه ده بيقول لك بقى ان الموضوع ده اصلا فيك والبت بتماركت وبتاع. سمعت انت بتماركت لمين بقى؟ والله للشيخ والله بجد الشيخ عامل كامبين معاه يعني. طب هنشوف ليه الست دي تعمل لنا كامبين هنا عايزين نشغل الزغزوغه دي. حتى الشيوخ دلوقتي فاهم لهم حد بيصورهم وبتاع نزل ريل وبتاع كريتور بقى وفاهم. طب ما تشوف لنا الكلام ده يا عم تشوف ده يعني شوف لنا يا عم التكوين فيها الحوارات دي ولا فيها اعلان قبل المسلسل واعلان بعديه على طول، اعلان قبل النشره واعلان بعديها على طول. الشيوخ دلوقتي بقى زي مثلا المحامين. شوف انت المحامين على التيك توك دلوقتي كل واحد فيهم ليه كونتنت وبتاع، فالموضوع غريب يعني كلها خلاص كلها عملت كونتنت. احنا جايين في الاخر خالص بس ربنا يسهل ان شاء الله. ربنا يكرمنا ان شاء الله. فزي ما بقول لك يعني طب انت عامه انت او مثلا صاحبنا حكى لك مثلا ان هو دخل في موقف مثلا حد نعرفه حد مشهور مثلا حصل له موقف او كده مره مع رقاصه بجد والله رقاصه والله ايه ده يعني خلاص يعني عشان الرقاصه هو موقع يعني. اصلا انت فاهم هو يعني مهما حصل برضو بعد ما هو حصل مع الحوارات دي اشمعنى بس يجي لك لما حد مشهور يقول لك براد بيت وتقول لي واحد مره مع الرقاصه يعني هيروح حصل معاه موقف مع ليوناردو وكلمه يعني وحلو كلم خاله وقال له ملبوس هاتوا تعالى شغال شيخ انتر كونتيننتال فاهم انتربول. فالمهم يا باشا رقاصه جات لهم. بس بص هو الواد اصلا ما كانش هيروح معاه تاني بس هو عشان حوار رقاصه وما اعرفش ايه فهو موضوع مثير برضه خلاص بقى لا مش عشان رقاصه بس هو موضوع مثير اللي هو انا هروح ايه اللي بيحصل. قالت له انا اختي ملبوسه ماشي حقني يا شيخ. تمام جمعوا بعض كلم الشيوخ يلا بي يعني في حاله كذا 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 في رقاصه ما اعرفش ايه طاير فين في البراجيل يلا بينا. جمعوا بعض راحوا بالعربيه خدوا معانا صاحبهم ماشي راح فضلوا ماشيين في مكان يعني ضلمه كده في الارض الزراعيه هناك وبتاع. فالمهم طلعوا البيت الرقاصه فتحت اتفضلوا. صاحبنا دخل عمال يبص يمين شمال يشوف ايه الدنيا. طبعا بيت مرعب في البراجيل وبتاع وطلع وملبوس ورقاصه الموضوع يعني فاهم اكيد انت ايه بتشوف داخل برضو مقلقان يعني. فالمهم دخل لا في ايه في 3 في الشقه. مين؟ الرقاصه والست
وراجل، ناقص مين كده؟ اكيد اللي عندها مشكله او ما كانتش الملبوسة موجودة أو بقى. ما كانتش موجوده. ماشي فالمهم انت مكان وهتقعد فين؟ هو لا اقعد جنب الراجل. ماشي. قال لي راجل شكله غريب وبتاع مريب كده شويه وحاجبه رفيعه ومش عارف ايه، بس اقعد ايه، اقعد جنبه خلاص. فالمهم الراجل المريب ده فضل هم قاعدين تشربوا ايه؟ نشرب شاي وبتاع. قدمت لهم شاي، قاعدين بيتكلموا. الراجل سايب كل حاجه، ما يفتحش بقه، ما بيتكلمش في اي حوار، ما بيتكلمش في اي حاجه، ما اعرفش مين اصلا الراجل ده، محدش ماشي. عارف هو مين، ده ابوها ولا اخوها ولا مين. بيبص لصاحبنا في وشه، عامل له كده، بيوصلوا ازاي؟ عامل له كده، بيبص له. التاني بيشرب شاي، فهو اللي يعني فمتزاول كل شويه بيقول اهلا وسهلا ازي حضرتك. فاهم يعني؟ شو كده، متشكرين جدا متشرفين. عمال يتكلم معاه وبتاع الراجل ولا اي رياكشن، بيبص له ايه، مبتسم جدا في وشه بدون اي، فاهم انت عارف اللي هو ثابت يعني. فالمهم راح مره واحده الشيخ قاعد، يلا يا اخت ناديه. فالمهم ناديه دي اللي عندها المشكله. فالمهم صحينا، عمال يبص فين ناديه، تخرج من الاوضه جوه بتاع، نخش نجيبها، مفيش حد خرج. ايه اللي حصل؟ ايه بقى؟ الراجل اللي قاعد جنبه ده قام وقف. ده جاي لي انا بقى. ما تهزرش. طلع مين يا باشا؟ انا ترجمت ناديه. هو ان طلع ناديه معمول لها عمل. يا ديني. معرفش بقى ممكن ايه وصل لها ازاي العمل ده، حد بيعشقها، حد بيحبها. استغفر الله العظيم، انا عارف ان خلاها شكل عمل ان هي تبقى شكل راجل. خلاها راجل. لسه كنت اقول لك ترجمه. يعني برضه هو خلي بالك السحر مش كده، بس هو يعني عمل لها عمل انها تبقى ايه، مسحوره انها تبقى شبه الراجل. يا ديني. قام وقف. انت ايه احساسك بعد كل ده بقى؟ طلع العفريت في الاخر قاعد جنبك انت. هتعمل ايه؟ المهم الشاي، ماسك الشاي كده وهو بقى عمال يضحك له وبتاع، لكن اللي عمال يضحك له ده في الاخر طلع مين؟ طلع هو الملبوس. الشاي ده وقع على صاحبنا، نصه الشمال بقى عامل خلاص، هو عمل ايه، اتشال خلاص. انا بتخيله. انت عارف هو قد ايه اصلا؟ هو قصير، هو اصلا قصير. فالمهم الشاي وقع على ايه، عليه. المهم الراجل ده صاحبنا ده نزل قعد يزحف، والشيوخ ماسكه ناديه دي وقاعدين، مهم قاعدين بيقولوا عليها. بقى ابتدوا الجلسه. التاني بقى اداله الجلسه. التاني مثلا ما قامش يتفرج عليهم، هو خلاص اتشل. ستات طالعه نازله تشوفه، لقيت واحد لما بالشقه ايه عامل كده، نايم على الارض وعامل كده. هو نسي الموضوع كله، حد يفكر ان انا قاعد جنبه طول الوقت وشغلانه وبتاع. الشيوخ بيقول لك شيلوا شعرها بالموس، في شعر في ايديها كتير كده، بيقول لك بيشيلوا شعرها يرجع تاني في نفس الوقت. فالمهم قعدوا يقروا طبعا صاحبنا ده ولا ما اعتمدش حد، عمل وحش يعني، عمل حاجه مستأذيه برضه، ربنا يعافينا. يعني انت برضه تأذي حد في يوم حتى ما يعمل عمل وحش. لا يعني ويوم حتى بص هو راح اكستريم اعمال. بالظبط. وبعدين هو صاحبنا ده يوم ما بيروح في اكتر اعمال، فاهم، غريبه، حاجه غريبه، ويقعد جنبها، فاهم. فالمهم ده قعد ماشي في الشارع عمال يشتم في خاله ويشتم في الناس كلها، اتجنن. اللي جابني هنا قال له يا ابني كبر لنا، قال له مش هكبر لحد. قعد بقى يشتم في الناس كلها. طبعا راح الواد ده اسبوع كامل في البيت ما بيكلمناش، ولا عايز يتكلم مع حد، ولا بنكلمه، ولا فاهم اي حاجه، ولا ايه، ولا مستوعب بالدنيا. موضوع غريب. لا الموضوع. طب ما قالكش ايه اللي حصل لناديه؟ اي حاجه ولا ما فيش؟ لا مش عارف. لا والله اللي حصل لها ممكن مش عارف ساعتها، ما حدش فينا اهتم يعني. هو كام ولا هو اهتم؟ يا عم انا عايز اعرف ايه اللي حصل لها. طيب ما انا مش عارف بقى يا اسطى هيكون حصل لها ايه، بس هو عمل غريب جدا. اصل تخيل كده انت قدامك حد مثلا ولا حاجه، كانت قدامك ست بقت شكلها راجل، بقت بدقن وما اعرفش ايه، فاهم. فانت برضو الموضوع يعني لا غريب. ربنا يعافينا يعني. فاكر لما كنا صغيرين كنا نعمل مقالب في بعض ايام المدرسه؟ ما بس شوف ده حاجه ودي حاجه بقى. انا بكلمك بص الليفل راح فين. لا هكلمك مثلا لو تفتكر كنا مثلا نلعب كوره وبيت مهجور ونحاول نشوط الكوره، ومثلا ولا حد يشوف مين اللي هيروح يجيبها ومين بقى الجامد، فاكر؟ وحد يخش وما نلاقيهوش ونطلع. لا وبعدين يخرج بقى يقول لك ده انا شفت ما اعرفش ايه، والراجل مسك الكوره وقعد ينططها. ويعمل لك ما اعرفش ايه، ويقول لك ده لقيت واحده قالت لي تعالى يا ابني ما تاكل معايا، عامله ملوخيه جوه ما تيجي تاكل. كده دي حاجه ودي حاجه، خلي بالك يعني حاجات فيها. لا فعلا اللي حكيتهم لك دول كان حصلوا فعلا، حصل فعلا بجد. لو هو الواد ده مثلا عارف ان هو كذاب او حاجه، لكن لا الكلام ده حصل فعلا بجد. انا اللي بقول لك حاجه زي كده، ان انا شايف ان ممكن ده اصلا يحصل مقالب. بمعنى في ناس اكيد بيحصل لها موقف، انا مثلا حصل لي موقف، حد عمل لي عمل او بس في ناس انت عارف لا يعني بيضحكوا على ناس، يعمل في مقلب تفتكر بقى ده انا حاجه بجد يعني، ده انا لبسنا عفريت ولا اي حاجه، وتلاقي بقى فاهم، بس هو بيوهمك او انت خلاص حطيت في موقف انا في عفريت او انا في مره موقف عندنا كان والدي اللي عامله يعني. انا عارف انت والدي بيحب الحاجات دي انت عارف. كان في مره واحده قريبتنا يعني ماشي
جت اتكلمت معانا ان هي اخوها الصغير كان في حاجات بتحصل لهم في البيت وكده يعني، فاخوها الصغير حب ان هو يخرجها. طبعا انت لما كانوا هتعمل ايه؟ اقرا قران، صح، سبحان الله يعني احاول طبيعي اجيب يعني. شيخ يعني، فاهم؟ يا عم اقرا قران، اعمل اي حاجه. لا ده راح استغفر الله العظيم، دخل على اليوتيوب وجاب تعويذه ما اعرفش ايه كده، والشغلانه بقى ايه اللي هي بيتفرج على كرتون يعني، بيتفرج على افلام وكرتون افتكر ان ده بتمشي يعني. حتى الانس والجن، فاهم؟ تعويذه مضاده بقى بعد عادل امام قعد يصغر هو فاكر بقى ان الموضوع هيظهر له كده وبتاع، ويخش يقول له انا الانس الطيب والجن ده كان الطيب. مطبع على روتانا سينما، خلي بالك. فالمهم دخل يا باشا الحمام، قعد جاب التعويذه من الواد دي وقعد يقراها وبتاع. فالمهم ايه حصل الفكره؟ ايه؟ انا مش فاهم يعني ايه الفكره ان يخش الحمام ويجيب تعويذه طب هو فاكر غبي ايه؟ يعني، هو طيب عمل يعني؟ حاجتين فاهم يعني، هو غبي جدا. ليفل وحش، ليفل. دخل الحمام وعمل كده طب ايه يعني الجن هيطلع له بقى مش عارف اقول له انت ايه بقى، هيقعد يقول له انا اسف، هيقول له انت اللي لا ويقعدوا هو اصلا هيستغل، ما علينا يعني. فالمهم بقى الواد راح اخوها قال لها ده التليفون ولع مني في الحمام وبتاع مش عارف ايه. بقت هي تنام تصحى تلاقي تليفونات كتير بتكلمها، تيجي كذا تليفون يكلمها وبتاع، اصوات غريبه، تسمع كلمات غريبه. براحة بس نفهم بس. والله يعني العظيم هو ده التليفون ولا في الحمام؟ فهو ايه اللي حصل يعني؟ بقى في تليفون تاني يجي له مكالمات عليه يعني، ايه العفريت المارد بيكلم بتاع فودافون، فاهم؟ اهو المارد حضر، ده ولا نجوم الافلام، مارد العروض جايب ضربة معلم. والله العظيم هي حكت لنا. جالهم باقة، فالمهم ما انا بقول بعت لهم هارد فليكسات، فاهم؟ مش عارف والله قالت لنا كده. فالمهم قالت لنا حكت ابويا طبعا ما دخلش الحوار ده في دماغه. فالمهم ابوك بقى قاعد بيسمع. قال لها ماشي خلاص وبتاع. فالمهم راح جاب الواد اخويا الصغير، فراح قال له ايه كلمها لي يعني، جاب خط واحد من اصحاب اخويا وبتاع، راح قال له كلمها لي من عنده. ماشي. فالمهم بقى بيكلمها، اتصل بيها رقم غريب، قالت له الو. فايه يا ابويا ايه، سكت في التليفون ما ردش عليها. قالت له الو، فراح ابويا قام عامل لها ايه، قام دخل ما ردش. فشويه تاني سكت شويه كده، قالت لها قالت له انت عايز مننا ايه؟ انت مكلمنا ده مش عايز توصل لايه؟ جامد. قال لها انا هولع فيك انت واخوكي، انتوا قعدتوا تقروا عليا في الحمام وتولعوا فيا. فالمهم راحت ايه قفلت السكه على طول. المهم احنا قاعدين ميتين كلنا بنضحك في البيت. راح جاب الواد اخويا، قال له ايه، قال له خش على الترو كولر غير الاسم. اخويا دخل على الترو كولر سمى نفسه جبرخيط. ما بيتصل بيها يا ابني، ايه الست خلاص عاشت في الدور اصلا، خلاص الناس صدقت. راح يا باشا متصل بيها، قالت له الو. هي رأت بقى الترو كولر كان يلا جبرخيط بيكلمها. قالت له الو، لا مش عايزه ترد. قال لها انا هولعك، وقعدت تقول له اعوذ بالله مش الشيطان الرجيم. ابويا عمل ايه بقى؟ عمل ايه بقى؟ بيتحرق. انا بقى ابوك جامد. فالمهم ايه بقى، صدقت نفسها وكده ما اعرفش ايه بقى كده، ايه قاعد بيضحك هو ما قدرش يمسك نفسه. قالت له انت مين وبتاع، لا انت تقعد تضحك على نفسك تعويذه فالمهم يعني ابويا قال لها ده انا وبتاع ما تعمليش كده واركوا يعني. قعد يكلمها وبتاع، قعدت تضحك وبتاع. لا يا بنتي انت التعويذه ايه اللي قريتوها والكلام ده يعني، اقراي قران، كلموا وقعدوا شيخ، اعملوا حاجه، اللي انت عملتيه ده ما. لا بس بقول لك انه لا بجد حوار جامد يعني، انه ممكن يفكر يعمل كده. هو ابويا بيحب الحاجات دي المقلب دايما وكده، وبيعرف الناس يعني برضو. قال لها يعني الهبل اللي انت عملتيه ده مش هيوصلك لحاجه يعني، انت المفروض تقراي قران توصلي لحاجه. لا على رايك يعني، على الاقل حتى الناس اللي فاكره ان انا مثلا زي ما انت بتقول اروح اعمل عمل او اجيب شيخ، ممكن اصلا الشيخ ده يكون انت في حد في الدنيا انت بتشيل سحر، اشيل سحر بسحر مثلا. لا طبعا لازم تجيب تقرا قران عليه حاجه تبطله يعني. يا عم ربنا يعافينا يا عم، ربنا يعافينا. خلي بالك انا خفت، خلي بالك. ده هو الحلقه دي لا بس بجد انا اتبسطت. باين عليك انت اصلا. لا خلي بالك انت بعد الحلقه دي هتقعد تترعب بقى تفكر في الشغل. لا انا اتبسطت بصراحه. لا ما خفتش يعني من الحاجات بتاعت حكيتها لك دي بصراحه؟ لا خفت واتبسطت. انت عارفني مش هكدب عليك، انا في الحاجات دي لا بيني وبينك برضه حاجات تخوف شويه. قولوا لنا بقى في الكومنتات اكتر مواقف مرعبه حصلت لكم، نقراها كده. ممكن بس بتضحك، ده كده لازم نقول لنا مواقف مرعبه بتضحك، ونقول لهم الحلقه الجايه، ممكن الحلقه الجايه لو موقف حلو ولذيذ وبتاع نقوله اول حلقه الجايه. وبكده زغزغه النهارده خلصت. ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، والسلام يا متزغزغين.